انتوا بتفكروا انه نقارة الكوسة هي مجرد نقارة؟ لا، انا بعتبر انه الكرة الارضية هي مدرسة واحنا طلاب فيها، ومن كل اشي ممكن نتعلم. يعني نقارة الكوسة، خذوا مثلا نقارة الكوسة، هاي نظرية رأسمالية. الرأسمالي عشان ياكل الانسان البسيط شو بيعمل فيه؟ اول اشي بقص له راسه، بعد ما بقص له راسه بنقره بطلع الاشي الطيب اللي بقلبه. فهمت كيف؟ هيك بعد ما ينقر الاشي الطيب هيك بسهل على حاله انه ياكله. وهيك بوكلونا الرأسمالية، بقصولنا روسنا وبطلعوا الاشياء الطيبة اللي فينا، بنبطل طيبين، بوكلونا بسهولة. لكن الفقراء زمان عرفوا هذا السر، وكانوا يدوروا ورا الغنية وياخذوا النقارة ويحسوها، يعملوا منا عيشة، يعملوا منا مع بصل أو أي شغلة تانية وياكلوها ويرجعوا طيبين من أول وجديد. يعني يتجددوا، مهما أكلوا فينا رح نضلنا طيبين، وكل نقرة وأنتوا بخير.